عايزين يا بيه. حافظين اللعبة؟ صمنها يا بيه. بالكتير عايزين الأرض دي ترسي علينا ب7,000 أو 8,000 جنيه. إن شاء الله مقفول علينا المزاد يا سعادة البيه. إيه ده؟ في إيه؟ مش اللي هناك ده برضو محمود بيه؟ ها؟ أي والله باين عليه هو. فعلا هو ومعاه مراته. الله، إنما هم جايين هنا ناويين يشتروا ولا إيه؟ طبعا أنا شرت بيه ناويين. أمال يعني جايين المزاد يعملوا إيه؟ الله الله، يعني هيبوظوا لنا الترتيب اللي عاملينه. لا مش هيقدروا علينا. على الأقل هيدفعوا لنا تمنها على الفاضي. ربنا يسهل. أنا شرت بيه. إذا تحداني محمود بيه على المبلغ اللي حطه في دماغي هغرقه تغريقة مهببة علشان ما يهاوبش يم مزاد تاني، وهعلمه إنه مش أي واحد يدخل مزاد. لعبتك بقى. أنا شرت بيه. الله، ده الظاهر محمود بيه سالم بيشاور لك بالتحية أهو. أهلا أهلا يا محمود بيه. اهلا بيك. لا مؤاخذة ما خدتش بالي. سعيدة يا مدام. سعيدة مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت جلسة المزاد. السعر الابتدائي لل30 فدان 6000 جنيه. 6,100. 6100. 6200. 6200. 6300. 6300. 6,900. مرة واحدة كده. عايز أخلص يا محمود بيه. 6900. 7100. 7100. إيه الحكاية يا محمود بيه؟ هناخدها ب8,000. ده الظاهر الراجل مصمم يشتريها يا محمود بيه. الظاهر كده. ايه رأيك يا نعمت؟ نبقى غلطانين لو سبناها. طب ليه يعني ليه؟ دليل ان الراجل عارف قيمتها. السعر اللي عندنا دلوقتي 8000 جنيه عرض نشرت بيه. 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. مش بقول لك كلهم عارفين قيمتها؟ الارض حلوة قوي. ايوه بس مش لازم نتورط. مفيش توريط ولا حاجة ان شاء الله. 11000. 12,000. 12000 جنيه. 12500. 13,000. 13000 جنيه. 14,000. 14000 جنيه. 15000. كفايه يا محمود بيه كفايه. استنى بس يا كريم، دول ناس بتوع اراضي وفاهمين قيمتها. قال 15,000. انا برضو بقول كده. 17,000. 17000 جنيه. حاسب حاسب. أنا شرت بيه حاسب. أنا عارف أنا بعمل إيه. محمود هيشتريها وهشربه المقلب. 18000. 20,000. 20000 جنيه. الراجل عايز يورطنا. هيورطنا في ايه بس يا كريم؟ الراجل بيشتري. مين يزود؟ 21000. 21000 جنيه. 23. 24000. 24000. 30 فدان هتوصلهم لكام يا محمود بيه؟ اللي تشوفه انا شرت بيه. 25 يا محمود بيه. 25000 جنيه. 26 انا شرت بيه. 26,000. 26,000 جنيه. طيب يا محمود بيه حلال عليك. 26000 جنيه. مين هيزود؟ 30 فدان قبل للزراعة. مين هيزود؟ حلال عليه. 26000 جنيه عرض محمود بيه. هعد لحد 3. 1 2 3. مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك. متشكر قوي. دول خدوا مقلب سخن، اشتروا ترماي. أرض صحراء يشتروها بالمبلغ ده. ما أنت السبب. أنا شرت بيه. مش قلت لك يا ناخدها لقطة يا نشربهم المقلب؟ ها يا عبد المجيد، عملت ايه؟ كله تمام يا استاذ نعمت. اتفقت مع مقاول الانفار هيجيب لنا العمال الزراعيين اللي احنا عايزينهم ونبتدي على طول. مقاول الانفار ايه يا عبد المجيد؟ ما هو النظام كده. انه نظام ده؟ انا عايزة مننا للعمال على طول. خلاص اللي تشوفيه اتفق معاه. تعال امشي قدامي، امشي يا حرامي. اهدى اهدى، انت اتجننت يا فتحي. ماسك خليل كده ليه؟ ظبطته. ما هو ده الحرامي بتاع اقفاص العنب يا استي نعمة. يعني ايه؟ انت قلت لي تقب وتغطس وتجيب الحرامي من تحت تعطيه الارض، ولبت عند اقفاص العنب عشان اراقب مين اللي بيستلبخنا ويسرق، لحد ما ظبطته بيحمل اقفاص العنب على حمار عرجه والظاهر بيروح يبيعها داير الناحيه. يا خالتي انا ازاي؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا فتحي؟ انت عارف خليل ده يبقى مين؟ عارف ان ابن اخت حضرتك يا استي نعمة. وحاجة مين دي؟ حاجتك يا استي نعمة. وحاجة خالته تبقى حاجته. مظبوط يا استي نعمة. في حد بيسرق حاجته يا فتحي؟ لا يا استي نعمة، بس انا شفته هو بيستخبى وبيحط اقفاص العنب فوق الحمارة العرجة. مش دلوقتي؟ ايوه. طب ما هو انا اللي بعتاه. ها حضرتك اللي بتقولي له خد اقفاص العنب؟ ايوه، قلت له خد 3 اقفاص وديهم هنا عند واحد جارنا. طب ده خد 6. قصدي 6.
كده يبقى كلام سليم ويبقى لسه